السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله تكونوا بخير. موضوع حلقة اليوم هو الأمان. أمان للأنثى، وفر لها الأمان. كيفاش توفر لها الأمان للأنثى؟ هذه تسمع بزاف يقول لك الأمان 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 الأمان. أول شيء الأمان هذا لازم الأنثى تنقص من المراقبة تاعك، وإذا كنت تراقبها لازم هي المراقبة شيء والملاحظة شيء. المراقبة هذاك اللي يظل داخل خارج داخل خارج داخل خارج عندها، سورتو إذا كان شومبرا ولا سلاكة ما يحبسش هذه الوقت، وقت الإنتاج، لأنه هذا هو الوقت تاعه. ولا الأنثى تبدأ تدير دورة العش، راح تبدأ تحط الخيشة في العش، هو يروح يشوف العش، يجبد العش يقلبه. هذه هي المراقبة. هذا أكبر خطأ يطيح فيه المبتدئ ولا المربي بصفة عامة. كاين أمور واحدة أخرى. الأنثى لما تكون خاصة القفص، لما تلعب بالخيشة ويطيح في البلاطو في أرضية القفص، انتايا تبان لك راك تنقي، هي ما راكش تنقي، هي انتايا ثم راك في لابيريود هذيك راك تزعج في الأنثى. نقي هذاك اللي يطيح كامل من تحت، أما اللي في الشباك خليها باسكو لأنه هي تلعب وتحط بعد تعاود ترفد من ثم وتبني العش. إذا كنت تنقي لها راح تعرف الأنثى باللي ما راهي في مكان ما تقدرش تنتج فيه، لأنه راح يهدد بالخطر على أولادها. أنا هذا واش شفت، واش لاحظت، نحكي من باب التجربة تاعي الصغيرة. هذا في القفص. السلاكة إذا شفت الأنثى بدأت تبني في العش، لأنه هذه صارت لي أنه رحت طليت على العش، شفت منا نخلي دايما اللمسة تاع يدي، رائحة تاع يدي نخليها في المكان هذاك، إما لا تهجر العش هذاك وتروح زيد تبني في واحد آخر. إذا الأمان هذا هو الأمان. الملاحظة شيء آخر. الملاحظة أنه تخلي الباب مفتوحة شوية ولا ثقب صغير وتشوف منه الأنثى باش تلاحظ العش إذا هذاك هو البلاصة اللي حابة تبني فيه ولا لا. تشوف بزاف حوايج اللي تروماركيهم. أنا لاحظت واحد العام كانت تبني لي الأنثى، كانت تبني لي في القودي كبير، كانت تبني فيه. من الملاحظة واش درت، رفدت العش الدخلاني حطيته بلاستيك القودي مدة 3 سوايع فيناتو العش. نقول لك فيناتو لأنه علاه ما كانش لاقيه راحتها في العشوش اللي حطيتهم لها، هي راحت هذه الملاحظة. كيما السلاكة أنا مؤخرا حطيت لهم العشوش، بنات في واحد البلاصة هجراتو هذاك العش، لقيتها تروح واحد البلاصة تحب تبني فيه، مطارق هكذا، مطارق واحد تحب تدور فيه العش، واللي درت لها ثم شوية أشجار شوية منها لأن باش نساعدها. والله الموفق.